السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصلي على الحبيب عشان قلبنا يطيب. النهارده روتيننا خالص يعني ما فيهوش أكل خالص. أنا كان عندي بواقي أكل وعندي شوية حاجات كده في التلاجة، قُلت نطلّعها إيه ونضبّط كده ونقضّيها النهارده. هو النهارده عندنا شوية مواعين دول هنمسكهم نغسلهم، وكنت جايبة شوية طلبات قُلت هاحطها بقى في كل حاجة في مكانها كده، وعندي البوتاجاز هنا كان شكله مش عاجبني خالص، قُلت بقى تعالَ أمّا أمسكك كده وأضبّطك أنت كمان وأخلص منّك. رُحت بقى أول حاجة صلّيت على النبي كده ورُحت ماسكة المواعين رُحت غاسلاها. هنا أنا كنت غسلت المواعين، غسلتها كده وذكرت ربنا. طول ما أنتِ بتغسلي المواعين اذكري ربنا. لو شايفة الحاجة تقيلة عليكِ اذكري ربنا كتير، هتلاقي الحاجة في إيدِك ما خدتش معاكِ لحظة ولا ثانية. أنا عارفة إن صوتي طبعًا رايح، أنا صوتي رايح من نهار وفاة والدتي، مش راضي يرجع. أنا عملت كل المستحيلات عشان صوتي يرجع لطبيعته. أنا مش عارفة أرجّع صوتي خالص، يعني شربت حاجات سخنة كتير، وخدت أدوية كتير، عملت كل ما يخطر على بالكم، مش راضي يرجع خالص. وكنت برضه فضّيت الشنطة اللي أنا كنت جايباها طلبات من البيت. وبالنسبة لطلبات البيت أنا مش باعرف أخزّن حاجة، مش باعرف أجيب كميات وأخزّن وأقول بقى تخزين وأفرّز، لأ، هي امشي ببركة ربنا. امشي على قدِّك، امشي على قد جوزِك، امشي على قد بيتِك. مش لازم نجيب كميات ونقول نفرّز ونجيب مش عارف إيه. لأ، كل ما تنزلي تجيبي حاجة من السوق هاتي حاجة كده زيادة، ما تجيبيش الحاجات كلّها مرّة واحدة. يعني على قدِّك، على قد بيتِك وعلى قد ظروف بيتِك وعلى قد حياتِك عيشي. مش لازم بقى نعمل زي ما الناس ما بتطلع ونفرّز ونجيب كميات. السوق موجود، السوق مش هيقفل، السوق يوميًا موجود. وإن شاء الله ربنا يوسّع علينا وعليكم ويجبركم ويفرّح قلوبكم. وطبعًا يعني رمضان بييجي بخيره، هو دايمًا رمضان بييجي بخيره. هنا لمّا كنت مسكت الأزايز باحب أغسلها بالصابون، مسكتها غسلتها بالصابون كده وخلّيتها فُلّة وكنت باليتها. هنا عندي بُقع في الرخامة، كل مرّة على مرّة بارُش سيتروس. سيتروس ده حلو بصراحة بينضّف البُقع، فقُلت أمّا أجرّب كده على الرخامة والبُقع دي يا رب تطلع. هو يعني سيتروس حلو، رشيته وسِبته دقيقتين كده ورُحت ماسكة السلكة ورُحت دعكاه. الحتّة اللي فوق ديّة أنا قعدت دعكتها ما خدتش معايا لحظة، فكُلّه طلع بصراحة. إنّما الحتّة اللي تحت ديّة اللي هي عند الحنفية، يعني طلع منها حبّة صغنّنة. دلوقتي هندعكها ونشوف. وهنا يا ستي هنا أنا مسكتها بقى دعكتها، اللي فوق بُصّي اللي فوق كده الحَز اللي فوق دوّة، ده اللي طلع بالسيتروس معايا. إنّما من تحت لسه البُقع لسه شوية. فأنا قُلت برضه إيه، هابقى أرُش تاني وإن شاء الله، إن شاء الله برضه إيه، مرّة على مرّة هتطلع، مش على مهلنا، يعني مش كل حاجة كده مرّة واحدة. وهنا بقى البوتاجاز كنت مسكته لمّعته كده برضه بحتّة سلكة وخلّيته برضه إيه، خلّيته بقى فُلّة معايا. وهنا كان عندي شوية غسيل، قُلت وأنا واقفة في المطبخ كده نخلّص الدنيا وإحنا واقفين عشان ما يبقاش ورايا حاجة تاني. رُحت حاطة الدورة وشغّلتها، وهنا حطيت الغسيل بقى وقُلت كده يبقى المطبخ كده أنا خلصت منّه. هنا بقى كان عندي الدولاب بتاع الأستاذة جميلة والأستاذة ليلي بتاع الصيف. أنا أكره ما في حياتي إني أطبّق غسيل، ما باحب ممكن أنشره، أحب أنشر أوي. هنا بقى رُحت ماسكة الهدوم كلّها طلّعتها وطبعًا بقى قطع صغيّرة تشِل، بس مش مهم. استعِنت بالله وذكرت ربنا ورُحت مطبّقاهم. وهنا كان الشكل بقى النهائي كده وقُلت بقى إيه، أخلّص حاجة جميلة لوحدها وحاجة ليلي لوحدها، وكنت خلّصت. ويا رب الفيديو يعجبكم ولايك وشير. وشكرًا أوي، 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 أوي على الناس اللي بتتابعني واللي بيدّوني حماس. شكرًا، مش عارفة أقول لكم إيه بصراحة، ربنا يخلّيكم ليّا. وهنا كان شكل الدولاب بعد ما خلص.